انا عايزه كده الجماعه اللي كانوا بيقولوا انا خلاص عرفت الشهاده دي انا هحطها فين، بعد ما شافوا لايفات التيك توك واللي بيطلعوا على تيك توك وشافوا المكاسب اللي هم بيكسبوها وشافوا اللايفات بتدخلهم ايه وبيعملوا ايه ووصلوا لايه وفي ثانيه كانوا ايه ووصلوا لايه والموضوع مشي معاهم ازاي. فخلاص انت ادركت الموضوع من كل الجهات، فحسيتي ان شهادتك ما بقاش ليها لازمه ولا الوضع اللي انت فيه اصلا يستاهل المعاناه ويستاهل الشقة ويستاهل التعب ويستاهل السهر والمذاكرة والشهادة، تستاهل كل المعاناة دي، وهم فين وانا لسه بعمل ايه وما كسبتش حاجة ولا عملت حاجة. فقلت ساعتها انا خلاص عرفت الشهادة دي انا احطها فين. وكأن المقياس الوحيد في الدنيا او مقياس النجاح الوحيد هو انك تحصلي على الفلوس او يكون عندك فلوس، هو ده مقياس النجاح في الدنيا، ودي غلط. ما فيش حاجة اسمها كده، النجاح عمره ما كان بيتقاس بالفلوس. فساعتها قلتي خلاص شهادتي انا خلاص عرفت انا هوديها فين وهحطها فين. شهادتك تحطيها على راسك، شهادتك وقيمك ومبادئك وأدبك وأخلاقك تحطيهم على راسك. دولي قيمتك في المجتمع. كل اللي شفتيه وبتشوفيه حواليكي ليس إلا مجرد عبث، كل ده ملوش لازمة، كل ده فتنة. الفتنة دي اللي ربنا قال لنا عليها. احنا بقينا في زمن اللي بقى ماسك على أدبه وأخلاقه ودينه وتربيته وتعليمه وماشي بالقيم دي والمبادئ دي في المجتمع ده بقى عامل زي اللي ماسك على جمرة من النار. وكل زمن هيجي علينا أو كل وقت هيمر الجمرة دي هتشتد نار. يا جماعة ما تخلوش الفتن تسحبكم. السهل نهايته مفيش أمر منها، والصعب المرير في البداية نهايته مفيش أجمل منها ولا في أحلى منها. ده اللي تربينا عليه، لكل مجتهد نصيب، وربنا عمره ما بيضيع تعب حد. ثقتك في الله هي وقودك في الحياة.